الماتش اللي فات امام المقصه جاله كورتين الاثنين كانوا اهداف. محمد جابر واقع بيتألم احد لاعبي سموحه. مؤمن سليمان خلاص يقول لك فاضل انا بقى ايه اسخن وانزل العب. عمر سعد كابتن يا كابتن. ايوه كابتن. الاصابات تتوالى وكلها من الناحيه دي. هنشوف عمر ايه اللي حصل له. عمر مسك رجله عمر، لكن المره دي مفيش تعمد من مصطفى امين ووقع عمر. اتمنى له السلامه. يعني احنا على سيناريو قد يكون نادر في كرة القدم. يعني الواحد نادرا ما يشوف فريق بقى يضطر لاجراء 3 تغييرات اضطراريه في الشوط الاول. اعتقد ده سيناريو نادر جدا وسيناريو مؤلم لاي مدير فني. عشان كده نتمنى ان سموحه وعمرو سعد يقوم بالسلامه. مش تعاطف مع سموحه ولا نوع من انواع غياب الحياديه، لكن عشان يعني نشوف لقاء ممتع ونشوف لقاء فيه تكافؤ. نتمنى طبعا السلامه لكل اللاعبين بغض النظر عن النتيجه. واقع لسه عمر بيتألم. صعب الامور صعبه جدا، ويمتلك كارت اخير وايمن اشرف. لكن لا يحضرني ابدا ان فريق في الشوط الاول يضطر انه يغير 3 تغييرات اضطراريه. يعني يمكن ما شفتهاش من زمن. وهي ربما تكون معرفش يعني موقف يفجر نية لمراجعة قوانين التغيير في كرة القدم عموما. الفريق يضطر انه يستهلك 3 تغييرات في فترة زمنية لتغييرات اضطرارية. هل الفريق ده يعني يبقى له استثناء؟ يعني قضية مطروحة للنقاش. ادي مؤمن سليمان طبعا بيقول لك اللي بيحصل ده انا عمري ما شفته. شوف عمر واضح انه هيغير يعني 3 تغييرات اضطرارية في فترة زمنية لا تتجاوز 43 دقيقة، والراجل الدكتور مش قادر يقول لهم عايز يغير. مكسوق، شوف مش قادر يرفع ايده. لكن هو في الأخير خلاص قضي الأمر. هيطلع عمر سعد. مش ممكن 3 تغييرات اضطرارية في الشوط الأول. بالله عليكم أنهي مدرب تطلب منه بقى يعني حسابات وحلول في موقف زي ده؟ صعب جدا. لكن محظوظ انه يمتلك البديل الكفء. الحسابات كلها خلاص ربكت لمؤمن سليمان.